سيادنا مؤخرا اخبار خطيره وكلام كيخلع بين السي غالي ووزاره الصحه اللي اغلبيتكم ما عارف شنو واقع. السي غالي عنده ما يفيد في هذا الشيء وصرح بتقرير تيقول فيه باللي اكياس ديال الدم ملوثه بمرض السيده وتفرقات وتعطات لجوج ديال السيدات، وحده كلينيك بريفي واخرى في مستشفى 20 غش. طبعا فاش كناخذوا الدم كيتقسم على 3 ديال لي بوش. فاش تعرفات هذه المساله كده تعرفت طلعت لهم في لي زاناليز ان كاين واحد البوش اللي الرقم ديالها 0519 213 86 05 انها سيرو بوزيتيف. فاش قلبوا ما لقاوهمش، كانوا خرجوا قلبوا عليهم بداو تيقلبوا. المديره تعلمات وداك الشيء بداو ديك الساعه تيقلبوا فينا هما هاد لي بوش. المشكل اللي كان هي ان واحد البوش لقاوها تعطات لواحد المواطنه في ان كلينيك بريفي، ولا بوش الثانيه تعطات للمستشفى بن رشد 20 غشت في الدار البيضاء، والبوش الثالثه هي اللي لقاوها. اذا قدروا يعزلوها. مصيبه وكارثه. على حساب التقرير فراه الناس من 2019 خدات داك الدم الملوث بمرض السيده، وحنا دابا في 2023 داخلين على 2024. وهذا الشيء الا كان بصح فراه المرض ماشي انتقل واللي تصاب به تصاب باطل، مسكين ما داير لا بيديه لا برجليه. ومن هذا المقر من هذه الفعله خصو تعتقل بالرجوله. اولا خصنا نوصلوا لهاد جوج ديال النساء، لان فاش كنهضروا على جوج النساء الا كانوا مزوجين ومن 2019 لدابا يعني 4 سنين هذه بالضبط، لان في شهر 7 فاش وقعت، دابا حنا في شهر 7 مده 4 سنين. اذا الا كانوا مزوجين دونك الازواج ديالهم يكونوا اصيبوا، الا ولدوا شي دراري غيكونوا الدراري حتى هما مرض، بقى شي واحد الشيء بروسادون مشى مانيبيلات شي حاجه ديال الدم كاع في شي جرحى ولا هذا. دونك كاين مجموعه ديال المشاكل. وهذا الشيء كامل واقع. وعلاش الوزاره المعنيه ما دواتش على هذا الشيء؟ ان من خلال هذا التقرير اللي عندنا ان الوزير في اخباره هو اللي طلب ان الملف يتسطوى. هذا على حسب التقرير اللي عندنا حنا واللي عطيناه للنيابه العامه باش تحقق فيه. شنو هو التقرير اللي كيقول بان الوزير في راسو؟ ها هي قراها. سي لو مينيستر ايتي بيان مي او كورون بار بليزيور. وشنو دار؟ انا قلت لك تعليمات اعطيات من اجل ان هذا الملف يتجمع ويتسطوى. انا حتى توصلت بهذه الملفات كنقلب لقيت هذا. اذا حنا داخل الجمعيه كنا ما بين خيارين، اننا نخرجوا للاعلام هو الاول او لا نسبقوا النيابه العامه. طبعا الاستشاره كانت مع النقيب الجامعي ومع المحامون ديال الجمعيه الاستاذ سعاد براهما وكذلك الاستاذ صدقو. كان القرار هي اننا نقدموا شكايه للنيابه العامه وننتظر واحد 48 ساعه ولا 72 ساعه. انا داك سنخرج للاعلام. لا قبل ما نكمل معك سي عزيز، خلينا في الوزير. عندكم معطي شنو الوزير دار كاع؟ انا قلت لك اللي عندنا هي انه تم طلب باش هذا الملف يتجمع ويتسطوى هكا. وعلاش شنو مصلحه الوزير؟ علاش يقول ما بغاش الصداع؟ ايه ولكن كيفاش يغامر بصحته؟ انا تنقول لك هادشي اللي وقع. اذا احنا علاش مشينا للنيابه العامه؟ من خلال تصريح السي غالي كيتبين لينا ما جبتش اسم وزير الصحه اللي كان في ديك الفتره، فتره 2019. وفي التقرير عنده كيقول باللي الوزير فراسو، فاش من وزير الله اعلم. المهم ناض مدير الديوان ديال وزير الصحه وسمعوا بعد الكلمه اللي قال. هذا راه فرماسي، يعني شحال الشكوى كنديروا اللبن ولا تاش من شكوى ولا رغوه ولا. انت متاكد ان هذا مدير الديوان؟ صح. ومالو كيتكلم بحال هكا؟ وكان ممكن يتفادى هاد المصطلحات. الناس ما عرفنا واش تصابت ولا لا بالعدوى، هو بارك علينا كنخض الشكوى. حيد عليا حيد. وتجي وتقول الوزير كان في راسو. وبالله عليك انا نقول لك واحد المعلومه، يعني راه غادي يعاود يحشم. والوزير ما كانش وزير ديك الساعه. اذا التاريخ اللي تعلن عليه في البرنامج ما كانش وزير. لا بغيت نعاود نسمعها كما كيدير له السيد اللي كيستقبلوا. الصحه والحمايه الاجتماعيه تنصب وزير في اكتوبر 2019. والتاريخ هو اللي كيقول، والتاريخ اللي تيقول غالي في ليميسيون ديالو هو شهر 7 2019. ما بيناتهم 3 شهور ولا 4 شهور. وتيقول لك الى اتيمي او كورون ايميدياتمون. المهم سيادنا حتى حد ما عطانا راس الخيط، لا السي غالي ولا مول الرغوه مول الشكوى. حتى حد ما قدر يبين لنا هذا الشيء صحيح فعلا واش كاين ولا لا. والقضيه دابا بين ايدي النيابه العامه وكنتسناو ونطقوا بالكلمه ديالهم وياكدوا لنا صحه هذا الكلام. والمشكل دابا كاين اتهام السي غالي انه باغي يدير الفتنه بين الناس وباغي يرونا. هذا الخطاب اللي كيدير ديال الفتنه سي عبد العزيز
لان كتجي عند المغاربه وكتقول لهم داك الدم اللي كتعطيوه ولا اللي كتشدوه ولا تعطيه لامك اللي الا كانت مريضه ولا الاب ديالك راه خطير. والفرقه الوطنيه مباشره بعد هذا الشيء استدعات السي عزيز غالي من اجل الاستماع عليه. دابا ناضت شي جهه وقالت لك راه شدوا السي غالي وكيستوجبوا فيه وحاليا راه للاعتقال وما الى ذلك، ولكن في الحقيقه استدعوه باش يستمعوا ليه بحكم كان بلغ بالتقرير اللي معاه النيابه العامه، ودابا استدعاتو باش تستمع ليه وهادشي اللي كاين. لم يتم الاستماع لنا كمشتكى به، كما حاولت مجموعه ديال المنابر كانت تنتظر ان تسقط الجمعيه او ان يسقط عزيز غالي، فكان تهافت كبير، في حين ان الاستماع لنا كان استماعا كمشتكين، واركز على كمشتكين. اذا سيادنا القضيه بين ايدي النيابه العامه، هما غاديين يقولوا لنا اش كاين. دابا كاينه قضيه اخرى هي بين السي غالي والناطق الرسمي لكلمه الشكوى، بيناتهم دابا شي كيعطيك شي. لحقاش هو قال لك الوزير ايتي او كورون، ياك سمعتيها سي بيان سور. قال لك الوزير على علم وكيقصد بطبيعه الحال خليه يطالب، ما كيقصدش شي حد اخر. الوزير وما عرفتش علاش قصد خليه يطالب وانت كتقول ماشي في التاريخ كان. القضيه دابا تيقولوا للسي غالي كيتهم اي طالب، مع العلم راجعنا التصريحات ديالو كامله وما لقيناش تكلم على اي طالب. وكاين شي جهات اخرى كتفهم بالمرموز وقالوا باللي السي عزيز غالي كان كيقصد الوزير الحالي اللي هو اي طالب. شفنا ايضا قال كلام مهم، قال لك هذا السيد هو والسيد اللي ضيفه عبر برنامج ديال اليوتيوب كيشيروا لكلمه الوزير. طبعا سمعت السيد اللي كيقدم البرنامج في كذا كيقول لا ما قلناش سميه الوزير. هنا غنرجعوا اللغه العربيه الفصحى. أن الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حموده مدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بالمدرسة التجريبية الحديثة. أهلا. مني كدير التعريف أنت تقصد الحاضر. الوزير معناه هذا الوزير اللي كاين. مني كتحيد التعريف كتقول وزير سابق، هنا هذا الوزير تعرف، ولكن مني كتقول الوزير معناه هذا الوزير اللي كاين دابا. وهاد ما عرفتيهاش واش الشمسيه ولا قمريه، ود قاعد حيد عليا كيفهموا قواعد اللغه العربيه غير الوقت اللي بغاو. والسي عامر دو معنا في العامر كيقصد وزير ولا خبير شغلهم هذاك، حنا اللي كيهمنا هو واش هادشي صحيح ولا لا. وكرأيي الشخصي باش تشنق ولا تقصد شي حد خاصك تدلي وتصرح بالاسم الكامل ديالو، عاد نقولوا باللي فلان فعلا كيتهم فرتلان ولا، ولكن حنا خليونا من هادشي ودوز لنا انت المهم. وهذا الخطا تقنيا ما يمكنلوش يوقع، لان الماكينه اللي كتصوب الدم ماشي هي انسان. هذيك الماكينه فاش كتعطيها الدم تصوبو كتطلع لك الورقه كتقول لك هذا بوزيتيف، وهي كدي تروي هذاك الدم، هي براسها كتلوح داك الدم. دابا دويتي. دابا الماكينه اش من الماكينه بعد؟ ماكينه حلاقه شعر العانه ولا ماكينه الصرف اللي عنده في الحانه، ولا حيت سمعنا عنده قالوا كيجيري شي بار. المهم هذا موضوع غنطرقوا ليه لاحقا. المهم الماكينه الماكينه اللي فاش كتصاوب الدم وكتلقاه ملوث كتلوحو مزيان. اش بالك السي عزيز الغالي؟ ميريكان ما عندهاش شي ناباراي ايماجينير. علاش؟ لان شي ناباراي باش نشرح ليه، شي ناباراي اللي خصها تخدم بافيك سكامبي ان انتيليجونس ارتيفيسيال تري زيلفي. خص الماكينه تفكر باش تعرف الدم، باش دير ليه التحليل. واخا هو قال لك الدم الخايب كيتلاح، فين كيتلاح؟ ماذا أقول وأي شيء يقال بعد كل ما قيل. وانطلاقا من كلامهم كيبان لك شكون اللي كلامه منطقي وقريب للصواب. السي مدير الديوان تيقول لك باللي الماكينه هي اللي كتعرف الدم الملوث وكتلوح. والسي غالي تيقول لك هاد الماكينه راه ما كايناش حتى في ميريكان، واصلا ما يمكنش الدم يتلاح بشكل عشوائي، كيخص تقرير اولا والحرق ثانيا الا كان بوزيتيف بالامراض الفتاكه، حيت كاين شي امراض ممكن يدار ليها طريطمون. وهنا خاص يراجعوا الملف والتقرير ويشوفوا واش بصح كاين تلوث باكياس الدم وفعلا تم حرقهم، ويقولوا لنا حنا شنو هو كاين. حنا بغينا نعرفوا شنو هو كاين، ولا زهق لكم شي كيس ومشى لشي بلاصه ففين مشى وكيفاش مشى وهو ملوث. هو قال لك الدم الخايب كيتلاح، فين كيتلاح؟ واش قاري القانون؟ القانون تيقول لك ان الدم اذا كان فيه دي فيروس لانسينيغاسيون ديالو يجب ان يحرق. دابا ما عندك تماك شو دير؟ كلامك على صواب السي محمد. اجي نمشيو نشوفوا المركز تحقن الدم ونشوفوا آلية العمل ونشوفوا هاد الآلة اللي ما كايناش في ميريكان.
المركز الجهوي لتحقن الدم بالدار البيضاء نموذجا. كنعطيوها العينه ديال المتبرع، هي كتقوم كتقوم بتفريق الدم والمحاليل في واحد لابلاك. هاد لابلاك هادي كتقوم بالتفريق ديال المحاليل، بعد ذلك كتمشي لواحد الحاضن، ومن بعد تبقى واحد الساعه تقريبا ديال الحضانات الماكينات، بعد كتعطينا النتيجه انها كاينه واحد الكاميرا لداخل كتقرا النتيجه وكتطبع لنا النتيجه اما في الكمبيوتر وعبر الاوراق. اكياس بمجرد ما كنلقاوها ايجابيه فيتم تدميرها، عدم اعطاؤها بتاتا للمريض لكي لا يصاب بمرض لا قدر الله. يعني الماكينه ما كتحرق، ما كدير لا اتلاف لا والو، اللي كاين هو كتعطيك النتائج ديال التحاليل ديال الدم، نيجاتيف بوزيتيف، واذا كان بوزيتيف فراه خاص يتم اتلافه عن طريق الحرق. ولحد الان فراه كلام السي غالي هو المنطقي، وكلام السي مدير الديوان فراه فعلا بحال كيبان لي كيمخد الشكوى والرغوه وما الى ذلك. مع الاسف مدير الديوان سقط سقطه كبيره، ويمكن نقول سقطه وكان شي واحد ديال الميدان يمكن نتصنت له. ما علاقته هو بالطب؟ ما تكوينه بالطب؟ ماذا يفهم في الدم وفي المشتقات الدم؟ ماذا يفهم في الاعلام؟ فعلا واش هذا المدير الديوان اش من علاقه عنده؟ واش موالف كيدافع على المرضى، ولا سبق خرج بشي تصريح كيوضح لنا الوضعيه الصحيه؟ ولا حنا بغينا الوزاره المعنيه تخرج لنا بتصريح وتقارير بما يفيد بخصوص هذا الموضوع. اولا هذاك المسؤول اللي هضر خصنا نسالوا الوزير هو الاول واش هو اللي عطاه الاذن، لان اشنو هو الدور ديال مدير الديوان. مدير الديوان الدور ديالو هو اولا ترتيب اللقاءات ديال الوزير، صحيح، الاشراف على العمل ديال المستشارين ديال الوزير، صحيح، اللي كاينين معاه، ترتيب المواعيد ديال الوزير. فعلا هادشي اللي كاين. هو متمكن من الالكول، اذا تخلط ليه الالكول ديال النشاط مع الالكول ديال التعقيم كنظن هذا مشكله عنده. كيفاش الالكول؟ انا المعلومه اللي عندي انه ان جيرون دو بار، ولا عنده شي بار ولا كيفاش؟ ودابا الطرح سخن، دابا كل واحد غيبدا يجبد الباص الاخر. طيح لنا الاناره انت باش يكون جو سينمائي. كوكلار ديالك. انا قلت لك الخدمه ديالو انه كيجيري شي بار ولا شي مؤسسه سياحيه. هذا المسؤول هذا؟ هذا المسؤول هذا. بقيت انا نفهم واش هذا الاختيار هذا اختيار استراتيجي او اختيار يدفع له؟ فكيف يعقل ان مدير الديوان يكون كيبيع الشراب؟ هو السي هشام صافي معروف، حيت لقيته انا معاه في الفيديو، وانا ملي كنت كارديان ديال الطوموبيلات في ان طون تما جو مي سوي دي هاد السيد اللي كنعرفو، مشيت قلبت عليه لقيت هو مدير الديوان. باش نفهموا فين غادا الامور. تبارك الله عليكم، وصحه جيده مع الامور. تبارك الله عليكم. المهم الاخوان الرساله وصلات، ودابا خاص مدير الديوان يدافع على راسو، ونشوفوا هذا الشيء صحيح ولا كذوب، واجوا نسمعوا واحد المصيبه وكارثه اخرى. المارشي كانوا جوج ديال الشركات اللي حطوا الطلب ديالهم. شركه حطات الطلب كامل ديال لي رياكتيف 3 مليون و800 الف درهم، والشركه الثانيه حتى هي اللي حطات الطلب حطاته ب 14 مليون درهم. اذا عندنا 3 مليون و800 الف و14 مليون ديال الدرهم، يعني مليار و400 مليون. في الاخر الشركه اللي عطات مليار و400 هي اللي خدات المارشي. علاش؟ هو هادشي اللي خدامين فيه دابا، ان لا سوميسيون كانت 360 مره اكثر من المنافس. مصيبه هذه، فلوسنا كتمشي بيليكي. واش عباد الله الشركه اللي غادي تقضي الصفقه بجوده ومعايير هي نفس الجوده والمعايير اللي غادي تقضي بهم الشركه الاخرى؟ الاختلاف اللي كاين هو الثمن. هاد الشركه طالبه مثلا 10 ديال المليون درهم، الاخرى طالبه غير 3 مليون ديال الدرهم، مع العلم انهم نفس الجوده ونفس المعايير. حول ولا قوه الا بالله. فهاد الشيء راه خطير وراه كارثي. كنتمناو التحقيق مع كل شيء، اي حد له دخل بالموضوع. والسي غالي راه مازال عنده 8 ديال التقارير. ثم التخوف ديالهم هي من دوك 8 التقارير الاخرين اللي باقا عندي. الناس كتقلب على المصدر ديال دوك التقارير، ربما يوصلوا لهم باش يخليهم يتراجعوا على ذاك الملف اللي جا للجمعيه، ربما يضغطوا عليهم على بزاف ديال الحوايج. بالرغم من انني اقول على ان هذوك الملفات ما بقاو ملك ديال حتى واحد، ولاو ملك ديال الشعب المغربي. واذا اضطررت غندير لهم انسكانيهم ونعطيهم للشعب المغربي كاع يشوفهم، بحال دوك الوثائق ديال البنات. سيادنا بصراحه مؤخرا ولينا كنشوفوا بنادم كيف ما كانت المكانه ديالو كيتعتقل، وهذا الشيء يندل فانما يدل على حاجه واحده وهي محاربه الفساد. وهاد الناس باغا تزيد بالبلاد لقدام، وهذا الشيء اللي كنتمناه. وكل شيء سواسيه بحال المواطن بحال الوزير. وفي الاخير بغينا تبان حقائق وكل شيء يبان وتفضح. وحاليا الاخوان الملف راه عند القضاء،
واي جديد حنا هنا كنتسناو. فخلي لنا الاشتراك ديالك، جيم التعليق ديالك حول الموضوع، ونتلاقاو في موضوع جديد. السلام عليكم. هذا راه فرماسي، يعني شحال من الشكوى كنديروا اللبن ولا